أهلا بيكم. النهاردة هنرجع بالزمن لورا قوي بصراحة، عشان نحكي واحدة من أعجب وأعمق القصص اللي ممكن نسمعها. قصة عن الإيمان، عن الصبر، وعن قدرة ربنا سبحانه وتعالى اللي بتكسر كل قوانين الطبيعة اللي نعرفها. هنتكلم عن قصة أصحاب الكهف. طيب، خلونا نبدأ بسؤال ممكن يبان كأنه من فيلم خيال علمي. هل ممكن فعلا حد ينام لقرون طويلة، مش سنة ولا 2، لأ قرون، وبعدين يصحى يلاقي نفسه في عالم تاني خالص، عالم متغير تماما؟ القصة بتاعتنا النهاردة مش بس بتجاوب على السؤال ده، دي هي الإجابة نفسها. الحكاية بتبدأ في زمن بعيد قوي، في مكان كان بيحكمه ملك ظالم. ملك كان فارض على الناس كلها إنهم يعبدوا الأصنام، واللي كان بيرفض ببساطة كان مصيره حاجة من اتنين: يا إما العذاب الشديد يا إما الموت، مفيش اختيار تالت. وفي وسط كل الظلم والقهر ده ظهرت مجموعة شباب صغيرين، يعني ما كانوش ناس كبار ولا ليهم سلطة أو نفوذ، بالعكس، لكن كان عندهم سلاح أقوى من أي جيش وأي ملك: الإيمان اللي كان مترسخ في قلوبهم. وبكل بساطة رفضوا يسجدوا لأي حد غير ربنا الواحد الأحد. طبعا الملك لما عرف بيهم استدعاهم، وهو كان متخيل إيه؟ شوية شباب هيخافوا من أول تهديد وتراجعوا. لكن اللي حصل كان العكس تماما. وقفوا قدامه بكل شجاعة وثبات، وأعلنوا إيمانهم بصوت عالي: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. تخيلوا الموقف، كلمة حق زي دي كانت كفيلة إنها تهز عرش الظلم نفسه. الملك اتجنن طبعا، وحطهم قدام اختيار صعب مفيش أصعب منه. قال لهم يا إما ترجعوا عن دينكم وتعبدوا الأصنام زي بقية الناس، يا إما مصيركم الموت. بس هما بالنسبة لهم كان في اختيار تالت ما كانش في حسابات الملك خالص: إنهم يهربوا بدينهم وعقيدتهم. وهنا بالظبط بتبدأ رحلتهم، رحلة الهروب والبحث عن مكان آمن، أي ملجأ يقدروا يحتموا فيه هم وإيمانهم من بطش الملك وجنوده. لازم نقف هنا لحظة ونتخيل حجم التضحية. الناس دي سابت كل حاجة وراها، حرفياً كل حاجة: أهلهم، بيوتهم، فلوسهم، مكانتهم في المجتمع. كل ده ليه؟ عشان هدف واحد بس: يحافظوا على عقيدتهم. وفي رحلتهم دي حصلت حاجة غريبة: لحقهم كلب وفي وفضل ماشي وراهم ومصمم يكمل معاهم، كأنه هو كمان اختار نفس الطريق. وبعد رحلة طويلة لقوا نفسهم قدام كهف مهجور في مكان مقطوع. ده كان الملجأ الوحيد ليهم، وبدل ما يخافوا أو يقلقوا، وبقلوب كلها ثقة ويقين في ربنا، رفعوا إيديهم للسماء ودعوا الدعاء العظيم ده: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني يا رب، إحنا عملنا اللي علينا والباقي كله عندك. سلموا أمرهم بالكامل لربنا. وهنا بنوصل لأعجب جزء في القصة كلها. هنشوف إزاي ربنا استجاب لدعائهم ده، بس بطريقة محدش كان ممكن يتخيلها أبداً. هنا بتبدأ مرحلة المعجزة الحقيقية، مرحلة النوم اللي استمر مئات السنين. بمجرد ما استقروا جوه الكهف، ربنا ضرب على أذانهم، يعني دخلوا في نوم عميق جدا. نوم مش زي أي نوم نعرفه. ده كان نوم عبارة عن حماية إلهية، حفظ أجسادهم من إنها تتحلل أو تتأثر بمرور الزمن. وحتى الكلب بتاعهم فضل قاعد على باب الكهف باسط دراعاته كأنه حارس أمين عليهم. المشهد جوه الكهف كان عجيب وغريب لدرجة إن القرآن الكريم وصفه وصف دقيق جدا. قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يعني اللي كان هيبص عليهم من بعيد كان هيفتكرهم صاحيين وعينهم مفتوحة، لكن الحقيقة إنهم كانوا في سبات عميق بأمر من ربنا. الرقم ده 309 سنين، ده مش مجرد رقم بنقراه خلاص، دي المدة اللي الفتية ناموها جوه الكهف. متخيلين يعني ايه 309 سنة؟ دي مدة زمنية كفيلة انها تغير اجيال كاملة، دول وممالك تقوم ودول وممالك تقع، شكل العالم كله يتغير حرفيا. وفعلا ده بالظبط اللي حصل. العالم اللي هم سابوه وناموا فيه كان عالم غرقان في الظلم وعبادة الأصنام واضطهاد أي حد مؤمن. لكن العالم اللي صحيوا فيه، كان عالم مختلف تماما، عالم جديد بيحكمه العدل والإيمان بالله الواحد هو اللي بقى أساس الحياة فيه. وبعد مرور أكتر من 3 قرون، ربنا أذن للمعجزة دي إنها تكمل. أذن ليهم بالاستيقاظ من نومهم الطويل، عشان تبدأ مرحلة جديدة ومهمة جدا من القصة، المرحلة اللي هيكونوا فيها آية وعبرة لكل الناس. تخيلوا معايا أول لحظة لما صحيوا، واحد منهم سأل التاني: نمنا قد إيه؟ فاللي رد قال: يمكن يوم أو حتى جزء من يوم. يعني في تقديرهم الموضوع كله ما كانش أكتر من كام ساعة. ما كانش عندهم أي فكرة ولا 1% عن الزمن الحقيقي اللي مر عليهم. كل حاجة بالنسبة لهم كانت لسه زي ما هي. طبعا أول حاجة حسوا بيها كانت الجوع، فاتفقوا إنهم يبعتوا واحد منهم للمدينة عشان يجيب أكل.
بس كانوا حذرين جدا، وخطتهم كانت واضحة. أولاً ياخد معاه الفلوس القديمة بتاعتهم. ثانياً وهو في المدينة لازم يتصرف بحذر شديد جدا عشان محدش من جنود الملك القديم يشوفه أو يعرفه. وثالثاً يدور على أطيب أكل وأنفعه ليهم. لكن الصدمة الحقيقية كانت لما صاحبهم ده وصل المدينة، لقى كل حاجة متغيرة، شكل المباني، لبس الناس، حتى طريقة كلامهم. ولما طلع العملة الفضية القديمة بتاعته عشان يشتري أكل، الناس بصت له باستغراب شديد. إيه العملة دي؟ دي من زمن تاني خالص. الموضوع كبر والقصة انتشرت زي النار في الهشيم، لحد ما وصلت لحاكم المدينة المؤمن. وهنا المعجزة انكشفت للجميع. طيب ممكن حد يسأل إيه الهدف من كل ده؟ يعني القصة دي مش مجرد حدث خارق وغريب وخلاص، لا، دي وراها حكمة إلهية عظيمة ورسالة مهمة جدا. في اللحظة دي بالذات الفتية نفسهم فهموا كل حاجة. فهموا الحكمة من نومهم الطويل وصحيانهم في الزمن ده. فهموا إن ربنا بعتهم عشان يكونوا دليل حي، دليل مادي ملموس للناس، يثبت لهم إن وعد ربنا بالبعث بعد الموت حقيقي. زي ما ربنا قدر ينيمهم 309 سنة ويصحيهم، هو قادر على إحياء الموت. والآية الكريمة دي بتلخص القصة كلها من أولها لآخرها. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني هم مجرد شباب صدقوا في إيمانهم، فكانت النتيجة إن ربنا زادهم هداية وحفظهم، وفي الآخر خلاهم آية وعبرة للعالمين. طيب لو حبينا نلخص الدروس المستفادة من القصة العظيمة دي، ممكن نقول إيه؟ أول حاجة إن الإيمان الحقيقي ساعات بيتطلب تضحيات كبيرة قوي، لكنه أكيد يستاهل. تاني حاجة إن حماية ربنا ورعايته ممكن تيجي من أماكن وبطرق عمرها ما تخطر على بالنا. تالت حاجة إن قدرة ربنا سبحانه وتعالى ملهاش حدود، بتتجاوز كل قوانين الزمن والطبيعة اللي احنا نعرفها. والدرس الأهم والأكبر هو إن القصة دي تأكيد حي على إن وعد ربنا بالبعث بعد الموت هو حق ويقين. وفي النهاية بيفضل سؤال مهم لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه. بعد كل القرون دي، إيه هي الرسالة اللي المفروض تفضل عايشة جوانا من قصة أصحاب الكهف في حياتنا النهاردة؟ سؤال مهم جدا ويستاهل مننا كلنا لحظة تفكير.